للاسف كان نفسنا نشوف منتخب الجزائر في المربع الذهبي، لكن منتخب الجزائر خرج من البطوله بعد خسارته من نيجيريا. بس هنقول ايه؟ معروف الكوره مكسب وخساره، ممكن فرقه تخسر مش يومها او الحظ عاندها، لكن المحللين الجزائريين كان ليهم راي ثاني خالص. كل مرة ندخلوا كأس افريقيا مظلومين ويا غربتنا تهد الحيل. سلم لي على كلمة مصداقية التحكيم الإفريقي. يبدو أن اللصوصية وصلت حتى إلى محاولة السطو على بطولات. أروقة الكاف وصلت إلى الحضيض. شرف الجزائر يملي عليا باش ننسحب من هذا الكاف المافياوي. هل بان المخزن على حقيقته في هذه الدورة؟ النظام المخزني يكون كراهية ويكون عداء للشعب الجزائري. عيب شي هدايا يا المراركة، إن لم تستحي فافعل ما شئت. سرقونا كلاونا حقنا نقطع معاهم، نقطع حكيم. هذه هي المواقف. شوف المخزن دائما كانت عنده نية خبيثة من جهة الجزائر. أنا نفتخر باللي كانت جزائري، لأنه قرارات رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون كانت قرارات في محلها. نهار قرر يقطع العلاقات مع المغرب. يا نهار ابيض، هي وصلت لقطع العلاقات؟ لا لو كده استنى ارجع للفار. فار يا جماعه. ايوه فعلا واضح قدام اهوت ان في التحام وحب وود بين الشعبين، وكان الجمهور الجزائري اللي موجود في المغرب كان حاسس كانه في بلده بالظبط، والجمهور المغربي كان بيشجع الجزائر في كل مبارياتهم في قلب الملعب. واضح قدامنا ان انت بتسخن الشعبين على بعض. كارت اصفر يا استاذ. الواحد كان فاكر ان الكرة بس هي اللي منفوخه هوا، طلع كمان ان في عقول منفوخه هوا اكتر من الصوره. يا جدعان قولوا كلام معقول. محاولة السطو على بطولات. يعني حتى وزير الاتصال الجزائري الشبكه واقعه عنده. بعدين سؤال، يعني الجزائر كانت بتلاعب نيجيريا والحكم سنغالي والكاف هو اللي بيدير البطوله، ايه علاقه المغرب بالخروج؟ يا لو سمحت بلاش تعمل مشاكل بين البلدين على الفاضي، اتكلم كلام منطقي، حل الكوره. يعني احنا دلوقتي بنحكي في المستطيل الاخضر، اي حاجه براه بلاش منها الله يخليك. انا شوف نداء الى السلطات نتاعي. انا والله واحد كيما حياته لازم نمنعوه من دخول الجزائر. حرام يدخل خائن كيما هذا يدخل الجزائر، بلد الشهداء. لا هو من ناحيه يدخل الجزائر ما تقلقش، مستحيل يعرف يدخل الجزائر تاني، لا هو ولا مارادونا ولا بليه، عشان حاليا عيسى حياته بقى عيسى مماته، يعني الله يرحمه مات، خرج من الحياه زي ما الجزائر خرجت من البطوله كده. تقريبا انت مش مقتنع بالاثنين صح استاذ؟ اديك طرد دلوقتي، اديك طرد اخر تحذير ليك بجد، هطردك بعد كده. لازم تفهم ان الكوره دي مكسب وخساره، يعني ما تعملوش يا جدعان نفس المباريات بتاعتنا لما كسبتونا في مودرمان، مش لازم فتن على الهوا. اتكلم عن الماتش في اطاره الطبيعي، بعيد من فضلك عن جو المؤامرات ده. المغرب البلد المنظم، راك تعرف المواقف نتاعها من الكيان الصهيوني. هل تقبل انت بلد عنده مواقف نزيهه وشريفه للقضيه الفلسطينيه تروح لبلد دارت تطبيع مع الكيان الصهيوني وتدير لهم لا كوب دافريك؟ اسكو انت تقبلها؟ شكون يقبلها هذه؟ ما يقبلوها لكش. دونك اذا ايه تعالى هنا، تعالى انت رايح فين؟ انت عايز تفهمني يعني ان المغرب عشان بلد مطبعه مش هتدي البطوله للجزائر عشان مش مطبعه؟ ايه العلاقه مع استاذ؟ فاكر حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول لما الجزائر خدت البطوله. تعرف ان هي كانت على بعد 10 كيلو من السفاره الاسرائيليه في مصر، يعني لو ما كانتش جت في الجول كان السفير الاسرائيلي جاب الكره من على مكتبه. بعدين معلش انت عارف ان المغرب مطبعه من الاول، رحت ليه اصلا؟ سابوكوا توصلوا الربع النهائي على امل ان انتوا تطبعوا؟ استاذ المواقف الرسميه للدول وعلاقاتها الدوليه الخارجيه اللي كلنا بنرفضها حاجه، والمواقف الشعبيه حاجه تانية، ما تزايدش على الشعب المغربي. ولا اقول لك تعالى حذرتك كتير. طرد. افتحوا لنا الباب يا شباب باش نطلع الاستاذ.